تفتكر احنا بنمسك موبايلاتنا كم مرة في اليوم؟ رقم صادم جدا لو عرفته ممكن يغير نظرتك تماما للجهاز اللي في ايدك ده. خليك معايا لآخر الفيديو عشان اقولك الرقم الحقيقي، والأهم من الرقم ازاي نحول العدد المهول من مجرد عادة بتضيع وقتنا لجبل حسنات بيتبني واحنا مش واخدين بالنا. وسر النهاردة في تطبيق اسمه قرآن انلوك. اهلا بيكم يا جماعة. مفيش شك ان تطبيقات الموبايل بقت جزء لا يتجزأ من حياتنا، سهلت علينا كل حاجة، من أول طلب الأكل والمواصلات لحتى تنظيم الشغل والمذاكرة. التكنولوجيا سلاح ذو حدين، والشطارة هنا إننا نستخدم التطبيقات دي عشان تخدمنا مش عشان تستعبدنا وتسرق وقتنا في سكرولينج ملوش نهاية. وعشان كده النهاردة جايبلك تطبيق فكرته عبقرية جدا، بيشتغل على واحدة من أكتر العادات اللي بنعملها بتلقائية في يومنا. تطبيق النهاردة قرآن أنلوك. فكرة التطبيق ببساطة إنك بيحول شاشة القفل بتاعتك لمصحف. كلنا عارفين إننا بنفتح قفل الموبايل عشرات المرات في الساعة عشان نشيك على رسالة أو فيسبوك. التطبيق ده بيستغل اللحظة دي. أول ما بتدوس على زرار الباور وتفتح الموبايل، قبل ما تدخل على القائمة الرئيسية بيظهر لك آية من القرآن الكريم، تقراها وبعد كده تكمل استخدامك عادي جدا. طريقة استخدام التطبيق سهلة جدا بس محتاجة تركيز في أول خطوة. بعد ما تحمل التطبيق من جوجل بلاي وتفتحه، أهم حاجة هي الصلاحيات. التطبيق بيطلب منك إذن الظهور فوق التطبيقات الأخرى، لازم توافق على الإذن ده عشان يقدر يظهر لك الآية فوق شاشة القفل. بعد كده بتدخل بتظبط الإعدادات، هتلاقي خيارات ممتازة زي إنك تختار مثلا قارئ لو بتحب تسمع صوته، أو لو حابب تشغل الآية صوت. كمان تقدر تختار تفسير الآية عشان تفهم معناها وإنت بتقرأ، وتقدر تتحكم في حجم الخط ونوعه عشان يكون مريح لعينيك. من أهم مميزات التطبيق دوت إنه بيعمل لك ورد يومي من غير مجهود. انت كده كده بتفتح موبايلك، فبدل ما تفتحه على صورة خلفية عادية تفتحه على كلام ربنا. كمان ميزة الاستكمال، يعني المرة دي تظهر لك آية، المرة الجاية لما تفتح هيجيلك الآية اللي بعدها، وكأنك ماسك المصحف وبتختم القرآن بالتدريج على مدار أيامك. ودي ميزة قوية جدا للناس اللي بتنسى تقرأ وردها اليومي بسبب أشغالها. نيجي بقى للكلام اللي بيزعل ناس أحيانا، هو واقع تجربة المستخدمين وتعليقاتهم على المتجر. أغلب الناس أجمعت إن الفكرة ممتازة وإن ساعدتهم يقروا كميات كبيرة من القرآن الكريم من غير ما يحسوا. ناس كتيرة قالت إن التطبيق خفف عندهم إدمان السوشيال ميديا، لأن الآية بتخليهم يذكروا الله، وممكن يكسلوا أساسا يفتحوا التطبيق اللي كانوا رايحين يفتحوه ويضيعوا وقتهم عليه. لكن مفيش حاجة كاملة. بعض المستخدمين اشتكوا من وجود إعلانات ممكن تكون مزعجة شوية في النسخة المجانية، وبعض الناس اللي معاهم موبايلات من ماركات معينة زي شاومي وأوبو واجهوا مشكلة إن التطبيق بيفصل لوحده بعد فترة مبيبقاش شغال. وده حله بسيط، إنك تدخل على إعدادات البطارية في موبايلك الشاومي أو الأوبو وتستثني التطبيق ده من موفر البطارية عشان النظام ما يفصلوش وهو شغال في الخلفية. طب لو التطبيق ده مش مناسب ليك أو واجهت فيه مشاكل تقنية، في بدائل تانية كتير بتقدم لك خدمات مشابهة أو قريبة. عندك مثلا تطبيق أذكار المسلم، اللي بيطلع لك إشعارات بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم كل فترة على الشاشة. أو تطبيق آية، واللي هو بيتميز بواجهة وتصميم مريح جدا للقراءة. وفي كمان تطبيق نختم، اللي بيقوم بنفس وظيفة تطبيق أنلوك، قرآن أنلوك تقريبا، ومشهور جدا وممكن يكون بديل قوي لو واجهتك مشاكل مع التطبيق الأولاني اللي هو قرآن أنلوك. نرجع بقى للسؤال أول الحلقة، احنا بنمسك الموبايل كام مرة في اليوم؟ الدراسات بتقول إن الشخص العادي بيلمس موبايله حوالي 2617 مرة في اليوم. تخيل الرقم ده. تخيل بقى لو حولت بس حتى 10% من المرات دي لقراءة آية واحدة، انت بتتكلم في حوالي 260 آية في اليوم. يعني ممكن تخلص أجزاء كاملة في وقت قياسي. سورة البقرة تعتبر 283 آية تقريبا، فانت يعني التلات اجزاء الا حاجة بسيطة، وقت قياسي وانت مش حاسس. دي كانت فكرة فيديو النهاردة، استثمار العادات البسيطة في اجور عظيمة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف تطبيقات تانية تفيدك في دينك ودنياك. سلام.